نهاركم سعيد. مين قال ان الفسيخ لازم ياخد اسابيع علشان يتخلل؟ انا النهارده هنشارككم في طريقة فسيخ هياخد معاكم 3 ايام بس، وطعمه جميل ومزبد وطريقته ناجحة، وهنعرف ازاي نحدد المدة بتاعته. مش لازم ياخد اسابيع علشان نعرف ان هو استوى مننا، بس اهم حاجة تشوفوا الفيديو للاخر. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفة. اول حاجة هنجيب كيلو من الفسيخ، سمك بوري يكون صابح. طب اعرف ازاي ان هو سمك بوري ويكون صابح؟ عشان اعرف ان هو سمك بوري يكون بقه مستدير زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، ويكون صابح، تكون عينه بتلمع زي ما انتوا شايفين، وخياشيمه حمرا. ده كده سمك بوري وصابح. هنجيب ملح خشن، وده اهم حاجة لانه بيخلي الفسيخ يملح، وفي نفس الوقت يكون دلع معانا، ما يكونش حياته بزيادة. ومعلقة كبيرة من الشطة، ودي عشان تحافظ على التخليل. ومعلقة كبيرة من الكركم عشان اللون. وفنجان صغير من الزيت علشان يخليه مزبت معانا. اول حاجة هنجيبها هو ان احنا نغسل السمك بتاعنا كويس جدا، ودي خطوة مهمة ما نتلاشاهاش. نغسل من خياشيمه كويس جدا ومن بقه، علشان الخياشيم بتبقى مليانة رواسب من البحر بتاعه. ومحدش يقول لو غسلناه هيبوظ معانا في التخليل، لا خالص، بالعكس، دي طريقة جميلة ومضمونة جدا ونضيفة، واساس في عملية نجاح الفسيخ. دي اول خطوة في السمك بتاعنا. تاني حاجة هنجيب السمك بتاعنا هنحطه واقف كده على بقه، يا اما نحطه في كوباية، او نحط لو هنعمل كمية نحطهم في مصفى على بقه عشان يصفي، او ان احنا نربطهم بخيط كلهم من الديل ونوقفهم ونحط تحتهم صينية عشان يصفي كل الرواسب السائلة الحمراء. هنبتدي نخلط كل المكونات بتاعتنا، الملح والشطة والكركم، ونسيبهم على جنب. يكون الفسيخ بتاعنا نشف. انا سبته هنا لمدة 4 ساعات في مكان فيه هواء، بس ما يكونش فيه شمس وما يتعرضش لدرجة حرارة عالية، دي اهم حاجة نضمن كده. انا عشان في الصيف خد 4 ساعات، لكن لو في الشتاء ممكن ياخد 6 10 ساعات 12 ساعة اقصاها، ان احنا منقعدوش اكتر من كده عشان ما يفسدش مننا. نعرف امتى؟ طيب نعرف لما تلاقي السمكة بتاعتنا نشفت، يعني ننزل كل المية بتاعته ونشفت مننا، نمسك جلده كده هنلاقيه ناشف، ونبتدي ان احنا ندلعه شوية ونعمل له مساج ونطقطق له ظهره ووسطه كده علشان يدينا سمك ولحم مزبت في الاخر. ودي طريقة مهمة لنجاح الفسيخ برضو. هي كل طرق الفسيخ مهمة، بس هي عايزة تتفهم، مش نحفظ الخطوات، نفهمها بالظبط. هنبتدي ان احنا نجيب مناديل، نجفف الخياشيم، ودي خطوة مهمة جدا، اهم حاجة، لان احنا غاسلينه، وفي نفس الوقت عشان ما يخشلهوش الهواء والمية، لازم ان احنا نجففه. يعني نقعد نمسح كده لغاية لما المنديل يطلع معانا بعد كده ابيض، يعني ما يطلعش فيه حاجة مية او فيه حاجة من السوائل الحمراء. فالخطوة دي برضو اساسي قوي. هنبتدي ان احنا نحشي بالتتبيلة الملح اللي احنا عملناها، نحشي خياشيم ونكبسها جامد، ونحشي بقه ونكبس فيه لغاية لما يشبع مننا. يعني ما نبخلش عليه في النقطة دي، ودي مهمة جدا عشان نضمن ما يخشلهوش رطوبة، وطريقة التخليل بتكون ممتازة في الاخر. هنحضر المكان اللي هنخزنه فيه، اللي هو سواء في الكيس، نجيب شنطة كبيرة ونحط كمية السمك بتاعتنا، سواء صغيرة او كبيرة، ملهاش اساس خالص بالحجم. او ان احنا نلف كل سمكية في استرتش لوحدها، ودي برضو اختيار، خطوة اختيارية براحتكم. انا عن نفسي حطيتهم في كيس ودفنتهم بالملح كده، وبحط هنا الزيت قبل ما اقفل عليه الكيس، بس انا الخطوة دي ما اتصورتش، كانت الكاميرا فصلت وانا معرفش. فاحنا هنحط الزيت بعد ما نحط الملح على الفسيخ كده، نروح رشينه بالزيت، فنجان الزيت اللي احنا محضرينه، ونبتدي ان احنا نقفله كويس. اوعى تنسوا الزيت، لانه ده بيضمن الترطيب بتاعه. هو انا عملته قبل كده برضو ما حطيتش زيت، وكان جميل وناجح، بس هو الصراحة بيدي زبدية كده وانتي بتاكلي لحم الفسيخ. هنبتدي ان احنا نلف الفسيخ بتاعنا ونطلع كمية الهواء واحنا بنقفل الكيس بتاعنا، وده اهم حاجة. واهم حاجة النقطة الاولانية، الربطة الاولانية. ازاي نعرف ازاي نعرف مدة الفسيخ؟ ناخده بمعادلة بسيطة جدا. اول حاجة، لو هنتكلم على السمك الكبير. لو السمك الكبير في فترة الشتاء هنخلله، بياخد من 14 يوم ل21 يوم. احنا بنبتدي نشوف درجة الطقس بتاعتنا، وبنبتدي نشوف حجم الفسيخ. يعني لو الدرجة باردة في الشتاء بياخد من 14 ل 21 يوم. طب لو السمك صغير في الشتاء
هياخد من 7 ايام ل10 ايام. طيب لو السمك صغير بتاعنا هيبتدي في الشتاء ياخد من اسبوع ل10 ايام، ولو في الصيف سمك صغير زي ما انا عامله كده هياخد من 3 ايام لاسبوع. عايزه اقول لكم مش معنى بقول من 3 ايام لاسبوع يبقى هو يا اما 3 ايام يا اما 7 ايام، لا، 3 ايام لاسبوع يعني ابتدي ان انا ابص في الفتره دي من بعد 3 ايام لغايه 7 ايام، ابص كل يوم وانا بقلب الفسيخ. طبعا احنا بعد ما بنحطه في العلبه كل يوم بيعدي علينا بنقلب الفسيخ على وشه او على جنبه شويه علشان نضمن تخليله في كل الاتجاه. وانا بقلبه ولقيت طبعا ريحته بتطلع، ريحه الفسيخ جامد، احنا طبعا بنحطه في علبه وبنقفله كمان باي ملايه او فرشه عندنا، وبنبتدي نقلبه على وشه كل يوم والتاني لغايه لما نيجي في يوم نحس ان هو بقى طري زي ما انتوا شايفين كده في الشنطه، في الكيس بتاعنا يعني، وحسيت ان هو طري مني خلاص ابتدي افتح عليه كده استوى. فمش شرط عشان قلنا بياخد اسبوع او 7 ايام ان احنا نسيبه اسبوع وما نبصش عليه، لازم نبص عشان ده بيختلف على حسب الجو وحسب حجم الفسيخ. بصوا هنا الفسيخية طرية، لو قعدت اكتر من كده هينشف معانا، يعني هتلاقي الفسيخية كده ايه نشفت، مفيش لحم مزبت فيها خالص. هنبتدي ان احنا طبعا لو هتاكلوها في وقتها تشيلوا القشور وتنضفوها وتاكلوها بألف هنا. طب لو انا طبعا هقول لكم ازاي ان احنا نخزنه. بصوا الفسيخ بتاعنا مزبد ولحمه جميل. طب ازاي اعرف ان هو منجحش معايا؟ لو منجحش معايا هتلاقوا لون اللحم دوت هتلاقوه يا اصفر يا اخضر يا اسود، ال3 الوان دول بيظهر في جوانب بدل الاحمر. وهنلاقي كمان اللحم بتاعنا يكون كريمي اللي هو مهري معنى اصح. لكن لو ماسك نفسه لحمايه كده يبقى ده مزبد. ولو ناجح هتلاقوا اللحم ماسك نفسه ولونه وردي زي في الصورة بالظبط. بس غير كده لا. لكن لو ني بقى هتلاقوا ان اللحم ما بيطلعش بسهولة معاكم، ما بيتفتحش بسهولة. لو لقيتوه ني عادي ممكن ترجعوا تحطوه تاني، تحطوا عليه شوية زيت تاني، وان احنا نقفله كويس كأننا من اول وجديد وبنسيبه يوم ويومين ونشوفه. بس وبكده يكون خلص الفسيخ معانا. هنبتدي بقى ان احنا نشوف نخزنه ازاي. لو هتعملوه في التلاجة زيي انا شلته في برطمان حطيت فيه زيت من تحت خالص، وهبتدي احط الفسيخ بتاعي وما بين طبقة الفسيخ والتانية احط زيت. هنا بديله كمية زيت محترمة لانه بيحافظ عليه بدرجة كافية، بيحافظ على الزبدية بتاعته وعلى المدة بتاعته في التلاجة. انا هشيله في التلاجة مش الفريزر. هبتدي ان انا اغرقه واحط له شطة على الوش او فلفل بلدي حراق عشان ده بيحافظ عليه وعلى لونه. طب لو انا هشيله في الفريزر الفسيخ بتاعنا ما اغسلهوش خالص، ما اجيبش عليه وما افتحهوش كمان عشان احافظ على اللون بتاعه، هشيل الفسيخيه زي ما هي في الفريزر واقفلها كويس جدا في اكياس واشيلها لغايه وقت الاستخدام. بيقعد لمده 6 شهور في الفريزر، في التلاجة بيقعد من شهر لشهرين بس. وابتدي ان انا اشيله. وبكده تكون خلصت وصفتنا. اتمنى تكون الفيديو عجبكم وجربوه. قولوا لي رايكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير وكل سنه وانتم طيبين.